السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا بتنظف اي حاجة عندك ألمونيا، هتخليك الألمونيا كده مراية. انا النهارده طبعا عند مامتي، ربنا يبارك في عمرها ويديها الصحة، فقلت لها على الوصفة فعجبتها، فقالت لي طيب ماشي يلا يا نيرة قومي اعملها لي. طبعا ربنا يبارك في عمرها ويخليها لينا. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجه طبعا عندنا ليمون في التلاجة وهيبوظ، طبعا ما اوعي ترميه. هقول لك هتعملي ايه، احوشيه. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنجيب الليمون وهنسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله، وهنقطع الليمون بالشكل ده. طبعا هقول لكم معلومه، دايما نخلي عندنا سكينه بتاعه الليمون، لان الليمون ماده حمضيه فهيخلي السكينه معانا تتلم، فدايما نكون مخصصين سكينه لليمون. تمام. هنقطع الكميه بتاعتنا كده بالمنظر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ربنا يبارك في كل الامهات، هم بركه البيت ودعوتهم لينا بالدنيا وما فيها، وربنا يبارك في عمر ابويا ويخليه لينا ويشفى عنه يا رب. زي ما انتم شايفين كده احنا هنقطع كمية الليمون كلها اللي عندنا. طبعا قطعنا الليمون بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. طبعا الليمون هنمسح الرخامة بتاعتنا، هنجيب بولة هنعصر فيها كل كمية الليمون اللي عندنا اهي. وطبعا بقى لو عندك عصارة ليمون اسهل. احنا هنعصر الكمية اللي معانا ونرجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، هنعصر كل كمية الليمون اللي عندنا. اهم حاجة ما تنسونيش في اللايك والكومنت والاشتراك عشان تحفزوني اعمل لكم كل حاجة حلوة. ماشي. طبعا الام دي مفيش احسن واحن منها في الدنيا، هي الحاجة الوحيدة اللي بتخاف علينا في الدنيا وبتدعي لنا من كل قلبها، من غير يعني ما تكونش عايزة منك اي حاجة، بتدعي لك بنية صافية وقلب صافي. ربنا يبارك في جميع الامهات يا رب. وطبعا ابويا اغلى حاجه عندي ما شاء الله، ربنا يبارك في عمره ويخليه لينا. واخواتي طبعا حبايب قلبي ربنا يبارك في عمرهم. تمام. احنا شايفين احنا عصرناه ازاي اهو. شايفين؟ همسح ايدي في الفوطه. شايفين الليمون بتاعنا ده طبعا مش هنرميه، احنا هنجيب كوبايه اهي، وهنجيب المصفى بتاعتنا وهنصفي الليمون بالشكل ده اهو. اهم حاجه البذر ده هيترمى، وهنمسح اللي وقع مننا من عصير الليمون اهو. دوت بقى هتعمليه في التلاجة، تستعمليه في خلطة سمك، تستعمليه في خلطة الفراخ، تستعمليه في اي حاجة، مش هيجراله اي حاجة. تمام. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنجيب حلة على النار وهنولع عليها النار. هننزل بكوبايتين من المية، وهنحط الليمون، قشر الليمون بتاعنا اللي احنا عصرناه، وهنسيبه لحد ما يغلي خالص وهوريهولكم. وزي ما انتم شايفين معايا اهو الليمون بدأ يغلي. طبعا احنا هنسيبه لحد ما يغلي كويس جدا جدا وهوريهولكم. زي ما انتم شايفين اهو الليمون بدأ يغلي معانا ازاي. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تخصصوا سكينه بس اللي تقطعوا بها الليمون، عشان لو انتوا فضلتوا تقطعوا كل شويه بسكينه مختلفه كل السكاكين هتتلم معاكم، عشان زي ما قلنا الليمون ماده حمضيه. شايفين الليمون بدأ يغلي معايا ازاي. انا هسيبه يغلي مع بعضه كده كمان بالظبط 5 دقايق وهطفي عليه. شايفين يا حبايبي الليمون بيغلي معايا ازاي، عدى 3 دقايق من 5 دقايق لسه بالظبط. هنسيبه بتاع دقيقه ونص بالظبط وهقفل عليه. وزي ما انتم شايفين اهو الليمون بتاعي غلي بالمنظر ده. طبعا هطفي عليه وهطلعه. طبعا الليمون بتاعي غلى بالشكل ده اهو. بصوا بقى هنسيبه يبرد كويس جدا جدا
عشان طبعا انت عمرك ما تعرفي تستعمليه وهو سخن، هيحرق ايديكي، فاحنا هنسيبه لحد ما يبرد خالص. بصوا انا عايزه اوريكم القوام عامل ازاي. بصوا انا عايزه اوريكم القوام عامل ازاي. شايفين القوام لسه ميه، كل ما تسيبيه يبرد كل ما هيتقل معاكي. تمام اهو، شايفين؟ انا هسيبه يبرد تماما لحد ما يبرد خالص ونرجع نشوف هنعمل ايه. زي ما حضراتكم شايفين انا سيبته لحد ما يبرد خالص اهو. شايفين القوام تقل ازاي؟ طبعا انا هشيل الليمون ده بقى وهجيب هحطه في البخاخه بتاعتي ونشوف مع بعض. شايفين انا حطيتها في البخاخه اهو. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. تعالوا مع بعض هننضف الحوض بتاعنا. شايفين المنظر قبل المنظر اهو، الحنفيه اهي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا بخاخه اللي احنا عملناها في الليمون هنرش كده على الحوض. بجد خلطه رهيبه. وهنرش على الحنفيه اهو. شايفين انا برش ازاي. هجيب ليفه حبه صابون من بتاع المواعين وهدعك الحوض بتاعي. شايفين بجد وصفة رهيبة اهي. انا بدعك الحوض والصفاية بتاعت الحوض اهي. الحنفية بتاعتي بجد وصفة هتخليلك اي ألمونيا عندك بتبرق ما شاء الله. شايفين انا دعكت اهو. تعالوا مع بعض نصب الحوض. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الحوض عامل ازاي اهو. شايفين الحنفية، شايفين الحنفية ما شاء الله. شايفين بقت مراية ازاي. بجد وصفة هتعجبكم جدا. عندك ليمون مش عارفة تستعمليه في ايه وباظ منك في التلاجة، ما ترموش. مفيش حاجة بتترمى، كل حاجة بتنفع وكل حاجة وليها حل، ما نرميش حاجة. تمام. شايفين انا طبعا همسح الحوض بتاعي بالمية وهنشوفه بالفوطة واوريكم الشكل النهائي. تعالوا مع بعض نشوف شكل الحوض. شايفين الجمال. شايفين الصفايه بتاعت الحوض بتبرق ازاي. شايفين مرايه. تعالوا مع بعض نشوف الحنفيه بتاعتنا. شايفين ما شاء الله. بصي انا شايفين ايدي فيها. شايفين اللهم صل على النبي. بجد وصفه رهيبه. شايفين الجمال. ما تنسوش تجربوها. طبعا انا حطيتها في بخاخه وهسيبها عندي جنب الحوض وجنب البريل بتاعي. كل ما اخلص المواعين واشطب اقوم حاطه كده بخيتين وحبه صابون سائل ودعكه الحوض كويس جدا جدا. ومعانا الحنفيه. شايفين الحنفيه ولا احلى من كده. شايفين الجمال ما شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.